ايوه بقى، حاجه جميله، حاجه طعمه كده، هناكلها ونعمل عمليه سكرين شوت علشان تعرفي المكونات ايه. تمام. خد سكرين شوت عشان نعرف ونعملها ان شاء الله بعد كده. جيبي ربطة الجلاش الهدى يا جماعة، بتاع الجلاش ده جميلة قوي، كبيرة وكمان ماسكة نفسها وتخينة ما شاء الله، حلوة قوي. ربط الجلاش ده، نوع الجلاش ده جميل. تمام. انا بفتحه لقيت الاتنين لازقين في بعض شوية، فبسيس عليها كده وبفتحها، شوفي جميلة ازاي وماشي رقيقة قوي. خلاص تمام. طبعا جبت الصينية وبطنتها بالدقيق والسمنة وبحطها كده. كوريها اي حاجة، مش شرط تكوريها بقى ايه، لا اقفل من تحت، لا اقوم جايبها تاني من فوق، لا كلكعيها وحطيها، مفيش اي مشكلة. مش بشترط عليك هتعملي ايه، انا بعملها بالمنظر ده، مفيش اي مشكلة لو انت عملتها باي منظر تاني. المهم اللي انت تحطيها كده في قلب الصينية. بجد بجد طعم مختلف للجلاش، ودى الجلاش في مكان تاني خالص، مش جلاش من اللي احنا متعودين عليه، لأ ده حاجة تانية كده، فاخر من الآخر، حاجة حلوة قوي قوي على الفطار أو على العشاء، جميلة جدا. معلقتين سمنة بلدي حلوين كده في الخلاط، أو ممكن تعملي في طبق وتضربيهم بالمضرب الكهربائي زي ما انت عاوزة أو المتاح عندك. آه، 3/4 كوباية دقيق على كوباية سكر على 3/4 كوباية لبن، وهتضربيهم في بعض، على فانيليا، على معلقة بيكنج باودر، على 3 بيضات. كل ده هنضربهم في بعض، وبرضه هنحط الخل عشان زفارة البيض. مفيش عندك خل ممكن عصرة ليمونة، جميل قوي، المتاح عندك حطيه. تمام. وهنجيب كمان زيت، هنجيب كده 3 معالق زيت برضو وهنحطهم، وكل ده هنضربهم بقى في الخلاط، وبعد ما نضربهم هنحطهم على الجلاش. لازم تحسي ان الجلاش كله عليه عليه اللي انت ضربتيه، المكونات اللي انت ضربتيهم او الكيكة. تمام. هنحطهم في الفرن على 180. الفرن مش الاوسط، لا ارفعي الشبكة شوية كمان علشان الجلاش مش بياخد نار عالية، لا سيبيها تستوي على نار هادية. يعني انا عملت على 180 والرف رفعته لفوق شوية. تمام. وسبتها 15 دقيقة بس في الفرن، بس طبعا الفرن كان سخن. تمام. 15 دقيقة وطلعتها بالمنظر ده، بالحلاوة دي، بالطعامة دي، جميل جدا. لو انت بقى عايزة بقى تطريها وتخليها جميلة، هتحطي كوباية لبن وتحطي فيها ربعها سكر وتقلبي وتحطها على الجلاش علشان الجلاش يبقى طري وطعمه جميل قوي قوي قوي. ويا رب كلكم تجربوها وتعجبكم بإذن الله. وشكرا على كل التعليقات اللي بتجيلي، وجزاكم الله كل خير. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو وكتابة كده حلوة زيكم وكلام كومنت حلو زيكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.